بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل أحدكم عملا فليتقنه. وقول لكل مجتهد نصيب، قول مشهور: لكل مجتهد نصيب. واليوم نحب نقول على ماتش الأهلي والإسماعيلي إن الأهلي اجتهد طول ال 97 دقيقة، لأن هو 90 دقيقة طول الماتش، والسبع دقايق اللي هم الوقت بدل الضايع. بس الواحد بيستغرب جدا برغم يعني مع احترامنا للإسماعيلي إن هو بينافس على الهبوط، بس الأهلي كان نازل واثق في أي وقت إن هو هيفوز، وده صعب. يعني ما ينفعش أصلا في أي وقت من الأوقات إن فريق نازل عارف إن هو هيفوز في أي وقت. ليه؟ لأن الفريق اللي قدامه من الأفعال وترتيبه في الجدول إن هو أصلا بيسارع في الهبوط، وده صعب جدا إنك أنت أصلا تنزل وما تحترمش الفريق اللي قصادك، وتبقى واثق إنك أنت في أي وقت هتفوز عليه. وده صعب جدا، إن اللعيبة كلها كانوا نازلين عندهم ثقة إن هم يفوزوا في أي وقت. وبرغم كده ان اللعيبه كان ما كانوش قريبين من بعض، كانوا بعدين كل البعد عن بعض. يعني وكانت الباصات بتاعتهم ما كانتش مظبوطه، لا الدفاع ولا خط النص ولا الهجوم اصلا. يعني هجمات وكور ضايعه. وطبعا ربيعه كان بيلعب بثقه زياده، وياخد الكوره ويطلع ويخش بيها وتتقطع منه وتعمل هجمات على الأهلي. فيعني بقول له تريث والعب بهدوء، ويعني شوف كده يعني زمايلك. طبعا بالأخص محمد عبد المنعم اللي كان عنده رعونة في المباصية النهاردة وكان يودينا في داهية، وكان بيلعب بطريقة يعني استهتار بالخصم اللي قدامه. وده صعب جدا ان المدافع واخر واحد يلعب بالطريقه دي. وطبعا ربيعه تسبب في انذار لديانج، ودخل بالكوره واتخطفت منه وكان انفراد. وبعد كده ربيعه ديانج عمل فاول وحصل في مشكله وخد انذار، ومن الفاول ده جه هدف. وطبعا لولا ان الكوره جت في ايد المهاجم كان زمان دلوقتي بنحتاس والماتش هيبقى 1-1، وده كان هيبقى تاني ماتش للتعادل، وده كان طبعا مش مظبوط. فأمر صعب جدا، والتغييرات كانت بطريقة غريبة جدا. احنا يعني ما بنعدلش على كولر، هو راجل محترم وراجل فكره عالي جدا، بنحترم قدراته وبنحترم فكره، بس صعب جدا. والمفروض ما يتسكتش على التهاون في الكرات دي. يعني تهاون من الدفاع، تهاون من خط النص، وتهاون من الهجوم. مش عارفين بصراحة. وكان وجود خالد عبد الفتاح بدل محمد هاني ما كانش موفق النهاردة، لأن الوينج اليمين أصلا ما كانش شغال. وطبعا أحمد عبد القادر عمل محاولات، بس برضو يعني كورة جت في العارضة متوفقش فيها، وبرضه ما بيخلصش، ما بيبصش مع زمايله. وده أمر صعب جدا إن نتقبله، ونأمل إن المطوشة اللي جاية، يعني إحنا لسه عندنا ماتش الاتحاد وبعد كده عندنا ماتش الزمالك، فنأمل إن الفريق يظبط نفسه ويبقى مركز أكتر من كده علشان نحصد فاضل 5 نقاط على التتويج بالدوري. فنرجو إن الفريق يعني يكون مركز أكتر من كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.